علاش الإنسان الطيب دائما يتأذى؟ عندك قلب طيب بصح دائما تخرجي مجروحة. السلام عليكم البنات، نتمنى إن شاء الله تكونوا بألف خير. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي كبرياء أنثى. فيديو اليوم نهضروا على موضوع مهم بزاف في حياتنا الشخصية. علاه الإنسان الطيب دائما يتأذى؟ الإنسان الطيب ما يتأذاش على خاطر ضعيف، يتأذى على خاطر قلبه نظيف بزاف على العالم اللي ما يرحمش، يعطي وقته ويعطي مشاعره ويغفر بسرعة ويعطي أعذار للناس ومبررات، يسامح قبل ما يطلبوا منه السماح، يحسن الظن حتى في اللي ما يستاهلش. الطيب يشوف الناس بعينيه، يحسب الكل كما قلبه وينسى باللي الناس مشي قاع قلوبهم زينة. الإنسان الطيب يسكت به ما يجرحش، يتحمل به ما يكسرش، ويضحي به غيره يرتاح، ومع الوقت يتراكم فيه الوجع، مشي على خاطر الناس أقوى منه، هو ربي خلقها. وبعض الناس يشوفوا الطيبة فرصة مشي قيمة، تشوف الصمت ضعف وتشوف السماح غباء. وهنا الغلطة اللي يطيحوا فيها الطيبين، يعطوا أكثر من اللازم ويسكتوا أكثر مما يجب. الإنسان الطيب ما يلبش أقنعة، دائما يكون بقلبه صافي، يوثق بالخف ويأمن في الناس، بصح نيته هي اللي تحميه. أكثرهم الطيبين هم اللي يتأذوا على خاطر ينضربوا في نفس المكان مرات، لأنهم يعطوا الفرصة الثانية والثالثة حتى يتحول الوجع إلى عادة. الناس القاسية تتعلم من أول ضربة، أما الإنسان الطيب يتعلم حتى يتكسر. لكن الحقيقة اللي لازم يعرفها كل إنسان طيب، الطيبة بلا وعي تعب، والحب بلا حدود وجع. نحاول نكونوا طيبين بلا ما ننكسروا وبلا ما نجيبوا وجع لنفوسنا، إذا خلونا الناس نكونوا طيبين. وهنا يجي السؤال المهم، كيفاش نكونوا طيبين بلا ما نتأذاو؟ أول حاجة، ما تعطيش قلبك كامل من البداية، خلي وقت يبين لك الناس. يعني كيفاه؟ مشي في البدية تفرغي قاع شكاين في قلبك وتقولي قاع شكاين، خلي حتى تكتشفي انتي الناس وتعيريهم، عاد باه تعرفي اش تقولي. الثقة تبنى ما تتمنحش، اللي يحبك بصدق يصبر حتى تكشفي قلبك براحتك. خلي أسرارك ومشاعرك تخرج بالتدريج. ثاني حاجة، راقبي الأفعال، الكلام سهل، الفعل هو الصدق. وباه تعرفي هذاك الإنسان كي داير حتى تشوفيه، توزنيه من كلامه، توزنيه من الأفعال تاعه، عاد باه تعرفي روحك مع من راكي باي تتعاملي. هذاك الإنسان لك راه باغي يدي من عندك وما يعطيك والو، ولا ذاك الإنسان تنجمي تتبادلي انتي وياه الحوار والأفكار. ولا شوفي بالتالي هي اللي قلك تكوني تعرفي ذاك الإنسان إذا نية ولا مسموم، ولا تعرفي الطبع تاعه كي داير. ثالث حاجة، حطي حدود حتى مع أقرب الناس. الحدود ما تنقش من الطيبة تاعك، الحدود تحميك. الحدود اللي تديريها هي تقولي للناس كيفاه يعاملوك. اللي يتضايق من الحدود كان مستفاد من غيابها وكان يوجح فيك. رابع حاجة، تعلمي تقولي لا بلا ذنب. لا ماهيش قسوة، هي احترام للنفس. تقدري تقولي لا بهدوء بلا تبرير طويل ولا شعور بالذنب. كاين إنسان يخاف يقول لا، يقولك إذا قلت لا راح أكون أناني أو قاسي. لكن الحقيقة، الأنانية الحقيقية هي أنك تسمح لنفسك تتعب وتستغل. وكاين اللي خاف به يقول كلمة لا، يقول لك كلمة لا تجيب الجدال وتجيب النقاش وتجيب التوتر. والطيب كي يقول كلمة لا يعني مشي راه يرفض في ذاك الإنسان ولا في ذاك الشخص، راه يرفض في الأفعال تاعه وفي الاستغلالات تاعه. كي تقول كلمة لا هي يعني ما راكش باي تقلل من الطيبة تاعك، ولا تغير من الرحمة تاعك، ولا من حبك للآخرين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كلمة لا هي حماية لقلبك،
وهو باه تعلم الناس كيفاه يحترموك، وهي طريقة باه تبقى طيب بدون ما تتأذى. في مجتمعنا هذا كاين نساء مساكين بزاف يعانوا بهذا الضربة تاع ما ينجموش يردوا على رواحهم، ما ينجموش يقولوا كلمة لا للراجل ولا للعزوج ولا لأي في الانتوراج تاعهم. تصبر للإهانة وتبدا ترفد وما تبغيش دير المشاكل لروحها، تقول لك باه ما نخربش على خاطر ولادي وباه ما نخربش داري، مالي تقبل الذل على روحها. لكن النتيجة هي كل يوم تخسر جزء من روحها، من راحة بالها، من الثقة في نفسها، دائما مدمرة. كوني طيبة، ما تكونيش ساجدة. الطيبة نعمة من ربي، ما تخليهاش تتحول إلى نقمة. خلي قلبك مع الله وحدودك مع البشر، وما تنساش الإنسان الطيب ما يخسرش حتى لو تأذى، لأن دايما ربي عوضه. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. الطيبة إحسان، لكن الإحسان لازم يكون بالعقل. ممكن سؤال ونحتاج الإجابة بصراحة: هل طيبتك جرحاتك من قبل ولا ما زالت نعمة في حياتك؟ هل صارت لك مرة حسيتي باللي طيبتك كانت سبة في آذاك؟ احكي لي في التعليقات. في رأيك المشكل في الطيبة ولا في الناس اللي ما تحترمش الإنسان الطيب؟ ثاني سؤال: لو يرجع بيك الزمان، هل تبقي طيبة كما راكي ولا تحطي حدود؟ اكتبي لي رأيك في التعليقات، نقرأ كل كلمة، ويمكن قصتك تلمس قلب شخص آخر محتاج يسمعها اليوم. إذا حسيتي روحك في هذا الكلام، ما تنسيش ديري لايك والاشتراك في القناة باش نكملوا نهضروا على الوعي والراحة النفسية وقوة الشخصية بصراحة من القلب للقلب. نتلاقاو في فيديو جديد، وخلي قلبك طيب لكن واعي.